هاي بنات، اليوم حنتكلم عن تمارين شد الصدر. يوجد بعض السيدات لديها مشاكل في ترهلات في منطقة الصدر. يعني اليوم راح نشوف بعض التمارين تكون فعالة إن شاء الله. يعني لا تحتاجي إلى الذهاب إلى النادي أو أدوات، فأنت يعني في مكانك في بيتك يمكنك أن تقومي بهذه التمارين. راح نمر إن شاء الله على مجموعة تمارين فعالة يمكنك القيام بها، ولكن يشترط قبل ذلك قليل من التسخين. يعني يوجد في يوتيوب، يعني في هذه المنصة يوجد تمارين تسخين قومي بها أولا، وبعدها افعلي هذه التمارين المميزة يعني اللي تشلك الصدر مدة أسبوع إن شاء الله. هي فقط ليس فقط شد الصدر، وإنما يمكن أن تقوي حتى عضلات الجزء العلوي والوقفة. يعني يوجد سيدات لديهم وقفة يعني تذهب نحو الأمام، فتكون يعني إن شاء الله وقفة قوية، يعني في شكل يعني من الأمام إلى الأسفل. يعني تلاحظي أن الوقفة تغيرت إن شاء الله مع التمارين. فقط ما تحتاجينه هو سجادة أو أي شيء تضعي على الأرض، وإلى 15 دقيقة فقط من وقتك. لا تنسين بلايك واشتراك إذا عجبك الفيديو، ولكي تصلك إن شاء الله جميع حلقاتنا. نبدأ بالتمرين الأول اللي هو تمارين بوش أبس. يعني توجد بعض السيدات تعرف هذا التمارين، يعني تجلسي على الركبتين لمدة دقيقة أو 3 دقائق. فبداية يمكن أن تستعملي هذا التمرين 3 مرات في الأسبوع، لأنه يكون لديك قليلا شد في المنطقة. راح تلاحظي شوية بالألم، لكن يفضل يعني تتفرقيه بين الأسبوع لمدة 3 مرات. أولا يمكنك أن تنزلي على الأرض، تدعمي جسمك يعني بركبتين يديك، اليدين تحت الكتفين مباشرة، وحاولي أن تنزلي ببطء. يعني لا تقومي بسرعة يعني بهذا التمرين، قد يتضرر صدرك من ذلك. انزلي فقط ببطء حتى يقترب إن شاء الله صدرك من الأرض، وادفعي إلى الأعلى. كرري هذه الطريقة 10 إلى 12 تكرار أو 3 جولات، واستريحي دائما بين الجولات وبين الثواني يعني 30 ثانية. يعني كل جولة تقومي بها، يعني إذا كنت كل 10 مرات حاولي أن ترتاحي 30 ثانية بين الجولات. عندنا تمرين ثاني معروف أيضا، هو تمرين رفع الذراعين إلى الأعلى. طبعا نكرر ونعيد حتى تكون تمارين تسخين. لا نقوم بهذه التمارين إلا تكون تمارين تسخين تجدوها على الإنترنت، وأحاول يعني أضعها في فيديو هكذا يبسط لكم الفكرة قليلا. نعود إلى التمرين الثاني، هو بسيط يشتغل فقط على العضلات العلوية من الصدر والكتف. يعني أقفي مستقيمة أو اجلسي انتي اختاري كيف تقومين بالتمرين. طبعا ارفعي يدك إلى الأعلى ببطء، ثم ارجعي إلى وضع البداية. يعني كل مرة ارجعي إلى الوضع البداية، تركزي على هذه الحركة البطيئة عند الأعلى فقط. كرري يعني مدة 15 تكرار في 3 جولات، يعني 15 زائد 15 زائد 15، وفي كل 15 يعني تكرار تكون عندك استراحة 30 دقيقة عفوا 30 ثانية أو 20. لدينا التمرين الثالث وهو والبوشاب. يعني هذا تمرين ضغط صعب عليك شوي، لكن حاولي أن تتأقلمي مع الوقت. لكن بديل يعني البديل ديالو يكون قليل فعال، لكن أفضل هذا التمرين. قفي مقابل الحائط وارفعي يديك على مستوى الكتف، ادفعي جسمك نحو الحائط، ثم ارجعي لوضع البداية. يعني لدينا كل حائط لا نحتاج إلى قاعة رياضة. قومي بهذا التمرين، والله فعال جد فعال لشد الصدر والذراعين. حاولي أن تكرري 12 إلى 15 جولة، يعني كل مرة تعيدي 3 مرات وتستريحي 30 دقيقة عفوا 30 ثانية. لدينا أيضا التمرين الرابع هو تمارين الفراشة، يعني بدون أوزان. يعني تقومي بهذا التمرين دون رفع الأثقال، فقط يستهدف الجزء الداخلي من الصدر، وهو رائع للشد. يعني اجلسي أو قفي، ارفعي يديك بزاوية يعني 90 درجة، جيبيهم مع أمام صدرك مثل حركة الفراشة، ثم اضغطي عند منتصف، ثم ارجعي ببطء. يمكنك إضافة زجاجتين ماء إذا أردت مقاومة أكبر، يعني أردت مقاومة أكبر حاولي أن ترفعي زجاجتين من الماء. يعني زجاجة تكون صغيرة، نصف لتر، ليس شرط لتر، نصف لتر يكفي. نكرر مدة التمرين 12 تكرار، يعني في كل جولة نكرر 3 مرات، والاستراحة دائما تكون هنا 20 ثانية فقط، لأنه ليس تمرين يكون
يعني صعب أو يعني لا يمكنك أن تقوم به، سهل جدا. كلنا لدينا حائط، وكلنا لدينا عفوا كلنا لدينا زجاجة ماء. لدينا أيضا the famous تمرين، يعني التمرين المشهور هو تمارين البلانك، يعني with shoulder taps، يعني يكون الكتف دائما موجود في هذا التمرين، يعني مش فقط يستهدف البطن وإنما حتى عضلة الصدر. وهذا التمرين يقوم به في شد منطقة البطن، لكنه جيد جدا في شد الصدر والثبات، يعني العام الجسم، يعني كل الجسم يمكن أن يشد بهذا التمرين. كيف طريقة؟ نأخذ وضعية البلانك على يدين وأطراف القدم، نرفع يدنا اليمنى إلى الكتف الأيسر أو العكس، ثم نحافظ على توازن الجسم وثبات الورك، يعني لا نتحرك. نقوم بهذا التمرين 30 ثانية، ليس يعني ساعة أو 30 فقط، احسبي 30 في قلبك حتى نقوم به 3 جولات. وهناك من يصل يعني فقط 20 حسب يعني التنفس اللي يكون عنده، لكن أنا أفضل 30 ثانية وأنت تحسبين. يعني نقوم به 3 جولات ونستريح 30 ثانية. يعني يوجد أيضا تمرين أخير وهو يستهدف كثيرا التنفس، يعني على منطقة الصدر. نحاول أن ندخل القليل من التنفس في منطقة الصدر، وهو تمرين كول داون. يعني هذا يشبه جلوس الطفل، نمدد يدينا أو ذراعينا للأمام ثم نجلس وضعية الطفل، يعني ثم نفتح الذراعين للخارج ونأخذ نفس عميق. يعني السر في هذا التمرين هو أخذ نفس عميق، ثم نقوم بتمديد الصدر للخلف بلطف، يعني وكأننا ندخل التنفس إلى الأعضاء العلوية كالصدر والكتفين واليد. نقوم بهذا التمرين مدة التمدد، يعني نحن متمددين من دقيقة إلى دقيقتين، يعني نركز على التنفس، ولا يكون تنفس يعني بسرعة، لا، نقوم بهذا التنفس ونحن يعني متمددين في وضعية راحة. ويفضل هذا التمرين لا يكون في بداية التمرين التي ذكرناها سابقا، وإنما يكون في الأخير. مدة التمدد كما قلنا من دقيقة إلى دقيقتين، وهذا فقط. ونحاول نكرر هذه التمارين 3 مرات في الأسبوع. وإذا أمكن، يعني إذا لاحظت أن جسمك خلاص يعني اعتاد على هذه التمارين، فيفضل أن تقومي بها طيلة الأسبوع، يعني كل يوم عند الاستيقاظ 15 دقيقة. لا يعني ليس لا تأخذ كل الوقت، 15 دقيقة كافية إن شاء الله لشد تمارين، يعني لشد منطقة الصدر، وخاصة المرضعات، يعني والنساء التي لا تلبس كثيرا حمالة الصدر. هذا فقط موضوعنا اليوم. نسيت أن أذكر، لا يكفي فقط التمارين، وإنما التغذية الجيدة وشرب الماء والنوم الكافي، دائما نذكرها في الفيديوهات، لها دور كبير يعني في صحة وبنية الجسم. شكرا على متابعتكم على الفيديو. إذا أعجبك لا تنسينا بلايك وتشتري في القناة وتفعلي الجرس إن شاء الله لكي تصلك جميع حلقاتنا. واكتبي تعاليقك إذا كان لديك يعني تمرين ركزتي عليه وأعطاك نتيجة. حاولي أن تفيدي النساء الموجودات في القناة حتى نضع لكم إن شاء الله سلسلة أخرى من التمارين تكون مفيدة. شكرا لكم على المشاركة وعلى مشاهدة الفيديو، وإلى اللقاء في عدد آخر.